يا اهلا بيك يا صاحبي. بنشوف مجموعه من الشباب المهتمين بالفلك بيراقبوا النجوم في السماء بالليل بالتلسكوب، وقتها بنلاحظ شاب منهم اسمه ليو بيردمان شاف كده جسم غريب في السماء، وبيختلف مع زميلته ساره اللي بتكون شايفه انها نجمه عاديه مش غريبه ولا حاجه. وعشان يحسموا الموضوع ده بيدوا الصور لعالم فلك اسمه دكتور ماركوس. في المصدر الفلكي بيشوف دكتور وولف انه مذنب قريب جدا من الارض وهيصطدم بيها، وبيكون عايز يبعت رساله بسرعه باللي اكتشفه ده، لكن طبعا بيلاقي النت فاصل، فبيطبع الصور المعلومات اللي طبعها دي على سي دي، وفورا بيمشي من المكان بسرعه عشان يلحق يحذر الناس والحكومه. وفي الطريق بيحاول يخلي الموبايل يجيب شبكه معاه. في نفس الوقت بيكون في شاحنه سواقها سكران وماشي عكس، فبيخبطوا يا معلم، وبتتشقلب عربيه دكتور وولف من على الطريق وبتنفجر وبيموت معاها الصور والسي دي. ايه اللي حصل بعد كده؟ وهل المذنب هيضرب الارض فعلا ولا لا؟ ده اللي هنشوفه يا صاحبي في ملخصنا النهارده. يلا بقى لايكك الجميل، اشتراكك في القناه، ويلا بينا. بتعدي سنه يا صاحبي بعد الحادثه دي، وبيكون في اجتماع في غرفه اخبار تلفزيونيه كبيره، وبيقول رامور رئيس التحرير ان رايتن هاوس وزيره الخزانه استقال بشكل مفاجئ عشان مرض مراته، لكن المرسله اللي جنبيه اسمها جيني وبتاكد له ان مراته مش مريضه ولا اي حاجه، وده راجل نسوانجي وبتاع نسوان كتير. فالمراسله دي بيبعتوها يا صاحبي تعمل تحقيق وتتاكد من الخبر وتعرف السبب الحقيقي وراء استقالته. وبعد لقاء المراسله مع موظفه الوزاره بتفهم جيني ان الوزير ورئيس الولايات المتحده على اتصال بواحده اسمها ايلي، ولما بتبدا جيني تربط الاحداث ببعضها بترجح ان الرئيس امريكا هو اللي علاقه مع ايلي، ويلبسها الوزير عشان يقطع عليه. وبعد مواجهه سريعه كده بين جيني والوزير رايتن هاوس بيطردها الحرس الخاص بيه، وبياخدها تقبل الرئيس اسمه بايك، وهناك بيسال الرئيس على تعرفه، وبيطلب منها تستنى يومين بس عن نشر الخبر، لانه قبلها هو بنفسه هيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن الموضوع لكل الناس. وسكوتها دلوقتي مقابل انها تسال السؤال الاول في المؤتمر اللي هو يعمله. بعدها بتبدا جيني تعمل بحث عن اسم ايلي عشان تعرف هي مين، لكنها مش بتلاقي اي معلومات مفيده في الموضوع ده. بعدها بتفكر ان الاسم ممكن يكون اختصار ELE، فبتكتب في البحث الحرف ده، لكن المفاجاه بيظهر في نتيجه البحث ان اختصار الكلمه دي كانت اكستنشن ليفل ايفنت، وده حدث انقراض عالمي. تطلع ايلي مش بنت ولا اي حاجه. بعدها بتروح لبيت ابوها ومراته الجديده اللي اسمها كلوي، وهناك بيبان جدا انها مش مهتمه بيهم، وده اللي بتلاحظه مرات ابوها، فبتعرفها انها ممكن تكون مش حابه جوازها، لكن طبعا الحياه تستمر. جين بتضحك على كلامها وبتسيبها وتمشي. بعدها بيومين يا صاحبي بيجي وقت المؤتمر الصحفي للرئيس. في المؤتمر المفاجاه الرئيس بيقول لهم ان في مذنب ضخم كبير جدا اكبر من جبل ايفرست اللي في طريقه ليصطدم بالارض بعد سنه، ولو ما اتحدناش مع بعض هننقرض. كمان اعلن انهم هيوقفوا المذنب دوت وهيدمروه عن طريق سفينه فضائيه اسمها المنقذ، والقائد بتاعها رائد فضاء اسمه فيش، لا مش سمكه، هو اسمه كده فيش. العمليه دي يا صاحبي هتتم في خلال شهرين بس. طبعا الازمه ديتي مش هتاثر على الاسعار ولا اي حاجه، والدنيا تفضل زي زبادي في الخلاط زي ما انت عارف. كمان بيسمي المذنب ده بيدرمان وولف على اسم اللي اكتشفه يا صاحبي، هو دكتور وولف، تخليدا لذكراه بعد ما مات. لكن المفاجاه ان ليو بيعلن لسه عايش وما ماتش، وده بيخليه يكتسب شهره واسعه فشخله. بتنطلق السفينه الفضائيه يا صاحبي وبيبدا الطاقم مهمته، وكان معاهم آلة حفر دورها انها تحط قنابل نوويه على سطح المذنب اللي هم 8 قنابل، وعشان كده يفجروه قبل ما يوصل الارض. وبيواجهوا صعوبه جدا في الهبوط على سطح المذنب، لكن في النهايه بينجحوا. وبعدها بيزرعوا القنابل تمهيدا لعمليه التفجير، ولازم يزرعوا القنابل كلها قبل شروق الشمس، لكن الحفر يا صاحبي بياخد منهم وقت طويل جدا. كمان واحده من الحفارات دي بتتعطل وما بيلحقوش يخلصوا، وبتطلع الشمس عليهم، واحد منهم بيتعمي من الاشعه دي. بعدها بتطلع غازات متفجره على سطح المذنب بتطير زميلهم، واحد اسمه جاش بيطير في الفضاء كده عادي، وبيجري باقي الفريق للسفينه. بعدها بيفعلوا القنابل النوويه وبتكون جاهزه للانفجار. هنا بقى يا صاحبي بتتقطع كل وسائل التواصل مع طاقم السفينه لثواني. بعدها بيطلع الرئيس في بث مباشر بيعلن فيه فشل المهمه، وان المذنب ما انفجرش بشكل كامل للاسف، ولكنه قسم لجزئين وزادوا الطينه بله، والاثنين متجهين بالارض، يعني بدل ما تتضرب الارض بواحد تضرب باثنين. ودلوقتي ما قداموش حل تاني غير انهم يستنوا المذنب لما يقرب من الارض اكتر، وتشترك روسيا مع الولايات المتحده ويضربوا عليهم صواريخ تايتان، وده المفروض يعترض طريق المذنب ويفجرها بنوصل الارض، وده هيكون قبل المذنب يضرب الارض بحوالي 14 ساعه بس. كمان هيعملوا شبكه من الكهوف تحت الارض يعيش فيها مليون شخص من الولايات المتحده، وده طبعا في حاله لو فشل الصواريخ ان هم يفجروا المذنب. والكهوف دي مجهزه انها تستحمل الناس لمده سنتين لغايه لما يرجعوا تاني لحياتهم الطبيعيه، وان تم اختيار الناس دياتي بان 200,000 علماء واطباء ومدرسين ومهندسين وفنانين وجنود، وباقي المليون هيختاروا ناس عشوائي كده. وان الدول التانيه بدات تنفذ كمان خطط انقاذ حسب قوانين كل دوله وامكانياتها. كمان الرئيس فرض احكام عرفيه وهيتعامل مع الجرائم بشكل حازم جدا. بعدها بيتم الاتصال بالناس اللي تم اختيارهم بشكل عشوائي، اللي بتكون عيله ليو اللي اكتشف المذنب اول واحد فاكره، بيبقى واحد منهم. لكن ليو مش عايز ياخد عيلته بس، عايز ينقذ ساره زميلته معاه كمان، وبيطلب منها الجواز. وقتها تبقى مراته ومن حقها تروح معاه هو وعيلته. على طول بتوافق ساره وتتجوز، لكن المفاجاه بقى ان الجيش بيسمح لساره بس بحكم انها مراته انها تروح معاه، وبيرفضوا ياخدوا بقى ليلى. طبعا ساره بترفض تروح مع ليو، شغل نسوان بقى، واللي بيكون مش عايز يسيبها ساعتها. لكن الجيش بياخدوا الاتوبيس نقل السكان اللي هيتم انقاذهم. بعد فتره بتيجي مكالمه لجيني ان والدتها ماتت، وتروح تستلم حاجتها وتقعد على المحطه تعيط في المطر. في الوقت ده بيجي لها
لها والدها يتكلم معاها، بيطلب منها تعيش معاه ده لو فضلوا عايشين بعد المذنب، وانه بقى لوحده بعد ما مراته سابته، ده لانها راحت تقعد شويه مع والدتها لغايه لما تموت. لكن جيني بترفض وبتقول له روح حس بالوحده شويه اللي انا حسيت بيها العمر ده كله، وبتسيبه تمشي. ودلوقتي يا صاحبي بقينا قبل اصطدام النيزك بكوكب الارض ب5 ايام بس، وبيوصل ليو لشبكه الكهوف اللي هيعيش فيها. لكن قبل ما يدخل المكان بيقرر انه مش هيقعد هناك من غير ساره، وانه هيرجع يجيبها. هنا بقى والده بيديله ساعه ويتمنى له حظ السعيد، اخلع انت يا حماده. وبنروح مره تانية لجيني وهي في اجتماع مع زميلها. وقتها بيجي لها والدها مره تانية علشان يقول لها انت مش يتيمه، ودي صورنا واحنا مع بعض، يا بنت الناس افتكرينا لحظه حلوه كده عشناها مع بعض، ويلا نعيش مع بعض تاني، وخد الصور دي وافتكريني بيها. وبيسيبها وبيمشي. الوقت يا صاحبي بيعدي وبنلاقي نفسنا قبل صدام النيزك ب 14 ساعه، وبيتم اطلاق كل الصواريخ اللي قلنا عليها صح. وبيطلع الرئيس بيعلن فشل الصواريخ في اعتراض طريق المذنب. تحس ان هو طالع مباشر كده علشان يقول لهم احنا فشلنا، وان لسه جزئين المذنب في طريقهم للارض ومفيش اي حاجه تمنعهم، وانهم حددوا مكان سقوط المذنب. الحته الصغيره بتاعته هتقع على الساحل الشرقي للولايات المتحده بعد 12 ساعه، وده هينتج عنه طبعا موجه شديده جدا على المحيط الاطلسي، ميه بقى كبيره طولها 30 متر وسرعتها 1000 متر اللي هتغطي كل الولايات المتحده. ومش بس كده، ده كمان الميه هتوصل عاصمه الولايات المتحده بعد 40 دقيقه من اصطدام الجزء الصغير ده بس. طبعا كل المدن الساحليه يا صاحبي هتختفي تماما، اما الجزء الثاني الكبير هيقع غرب كندا. والجزء الكبير ده يا صاحبي هيسبب انقراض لجنس جديد اللي هو الجنس البشري كله، لان صدامه بالارض هيبقى عامل زي القنبله النوويه اللي حجمها كبير جدا، فاضل غير ساعات قليله جدا على الاصطدام بالارض. بنروح لكابتن قائد السفينه الفضائيه اللي بيكتشف ان حراره الشمس بتسبب في عمل ثقوب وفتحات على سطح المذنب، وبكده يقدر يستخدم الاربع قنابل نوويه اللي ما قدروش يستخدموهم في الاول. وبيقول للرجاله انهم عندهم فرصه انهم يفجروا الجزء الكبير اللي من المذنب، لان بكده يقدروا ينقذوا الجنس البشري وهينقذوا الكوكب من الدمار. لكن في خبرين وحشين، انهم مش هيقدروا يفجروا الجزء الصغير، وفي نفس الوقت معهمش وقود كافي بعد ما يروح المذنب الكبير انهم يقدروا يرجعوا بيه تاني. هنا بقى بتظهر الشهامه، والطاقم كله بيقول له انهم يفجروا القنابل بنفسهم ومش مهم يرجعوا. بعدها بيتواصلوا مع وكاله ناسا الفضائيه وبيطلبوا منهم رموز التسليح الخاصه بالاربع قنابل النوويه اللي معاهم. وبنرجع لجيني مره تانية يا صاحبي، وبيكون زميلها قدروا يوفروا طياره تنقلهم لمكان بعيد، بس بيطلع عددهم كبير، وبيعملوا قرعه عشان يختاروا مين هيسافر ومين هيفضل هنا. وبتكون جيني من ضمن الناس اللي هيمشوا من المكان. بعدها بتيجي طياره عشان تنقلهم، لكن جيني بتطلع شهمه وبتتخلى عن مكانها وبتدي لزميلتها بيث اللي ثابت عليها لان معاها بنت صغيره. ده طبعا بعد ما القرعه طلعتها بره هي وبنتها. وبعدها بتاخد نظره سريعه كده على صورها القديمه مع ابوها، وبتاخد عربيتها وبتمشي. في نفس الوقت ده بيكون ليو راكب موتوسيكل وبيدور على ساره مراته اللي بتكون واقفه في الزحمه هي وعيلتها، وبتشوفه ساره من بعيد وبتنادي عليه. وبعدها بيجروا عليه ويجبرها والدها تروح معاه عشان ينقذها، ويفضل هو ومراته مستنيين الموت. وبنروح لجيني يا صاحبي المره الثانيه بعد ما وصلت لبيتهم القديم. بتروح لوالدها واقف على الشط الميه لوحده، تقف جيني جنب ابوها وكل واحد بيعترف بغلطه تجاه التاني. خلاص بقى هنموت ونفضفض لبعضينا، وبيستعيدوا مع بعض ذكرياتهم الزباله. اما ليو وساره بيكونوا رايحين الكهف بالموتوسيكل، وبيشوفوا المذنب وهو قرب من الارض لحد ما قرب يصطدم بيها. وزي ما توقعوا اصطدامه بالساحل الشرقي سبب موجه شديده جدا خدت في طريقها جيني ووالدها وقتلتهم، وكمان خدت مدينه نيويورك في وشها ودمرتها بالكامل. والميه ماشيه بتكمل المكان اللي فيه ساره وليو. وبنرجع صاحبي للسفينه الفضائيه مره ثانيه، وساعتها تواصلوا مع وكاله ناسا وودعهم اهلهم للمره الاخيره علشان تبدا مهمتهم العظيمه والاخيره. وبيدخلوا جميعا جوه المذنب وبيفجروا القنابل بنفسهم. وبيكون ليو وساره شايفين بقايا المذنب اللي انفجر في الغلاف الجوي. وبكده يكون طاقم السفينه قدر ينقذ العالم من كارثه كبيره جدا كانت هتؤدي لانقراض الجنس البشري كله، مقابل ان ضحوا بحياتهم. وده لان الجزء الصغير بس من المذنب قدر يعمل البلاوي دي كلها والموت ده كله. بعدها بيطلع رئيس الولايات المتحده بفخر اول مره يقول حاجه زي الناس، وبيعلن نجاح السفينه الفضائيه والمهمه الاخيره ليها، وده لانها نجحت في تفجير الجزء الاكبر من المذنب. لكن للاسف بيتكلم عن الموت والخسائر اللي حصلت المذنب الصغير لما اصطدم بيهم، لكن بيطمنهم ويقول لسه قدامهم فرصه يبداوا الحياه من تاني، وان ربنا يرحم اللي راح. اما المدن اللي اتهدي دي نقدر نبنيها من اول وجديد، وان تكريما لكل الناس اللي ماتت لازم ننهض ونعمر الكوكب ده ونقوده للامام. ولحد هنا يا صاحبي بيخلص فيلمنا. لو عجبك الملخص دوس لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وتسمعني رايك في الكومنتات. احنا تعبنا فيها يا صاحبي ولازم نسمع رايك طبعا. سلام.